السلام عليكم. من أغرب الحاجات اللي بقيت باشوفها في الفترة الأخيرة بخصوص صلاة التراويح والناس اللي بتصلي، إني باشوف ناس بتخرج من صلاة التراويح فرحانة جدًا ومرتاحة جدًا كأنها كانت عايشة أحسن لحظات في يومها، وفي نفس الوقت في ناس تانية خارجين من نفس المسجد كانوا بيصلوا مع نفس الناس الأولانيين خارجين مش مرتاحين ومتضايقين كأنهم يعني كانوا جوّه شايلين حمل تقيل أوي. الغريب إن الاتنين مصليين ورا نفس الإمام ومصليين نفس عدد الركعات وسامعين نفس السور. بقيت باسأل نفسي سؤال غريب جدًا، يا ترى المشكلة فين؟ في الناس دي والّا المشكلة في الناس دي والّا الإمام هو اللي مش عارف يجمّع قلوب الناس؟ ولمّا قعدت أفكر في الموضوع اكتشفت إن فعلًا في سر في الموضوع ده، وده اللي أنا جاي أكلمك عنه النهارده علشان التراويح تنتقل عندك من مجرد ركعات إلى لقاء حقيقي مع رب العالمين سبحانه وتعالى. صلّي على سيدنا النبي وركز معايا، لو لاحظت هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لسيدنا بلال بن رباح: أرحنا بها يا بلال. طبعًا كان بيقصد هنا الصلاة، أنت متخيل الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والناس اللي بتصلي بجد راحة قد إيه؟ لمّا قرأت الحديث ده وقعدت أتمعن فيه كده والله كأني قرأته لأول مرة، اكتشفت فعلًا إن الصلاة راحة، مش مجرد إني بادخل أصلي عشان أرتاح من الصلاة. تفرق كتير أوي إني أصلي عشان أرتاح أو إني أصلي علشان خلاص أبقى عديت فرض وأرتاح منه. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى هنا قرن الفلاح بالخشوع، مش بمجرد الحضور الجسدي في المسجد وأنت أصلًا عقلك برّه مع الأكل والّا الماتش والّا المشوار اللي أنت هتعمله بعد الصلاة. المشكلة كمان يا جماعة إن إحنا بقينا بنركز في الكم ونسيب الكيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالليل والسيدة عائشة كانت بتقول عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. معنى كده إن الجمال والخشوع في الصلاة أهم بكتير أوي من العدد. لو صليت ورا الإمام ركعتين 2 بس بقلب حاضر أحسن ما تصلي 20 ركعة وأنت أصلًا مش عارف الإمام بيقرأ في إيه ولا أنت عارف أصلًا أنت في الركعة كام. فعشان تطلع من الصلاة بتاعتك بأقصى استفادة وأقصى خشوع، أنا دلوقتي جايب لك وصفة لو طبقتها بإذن الله تعالى صلاتك هتتحول 180 درجة. أول حاجة افهم اللي بتسمعه من الإمام، حاول تتدبر فيه كويس جدًا وتشوف ربنا سبحانه وتعالى عايز يوصل لك إيه من القرآن. تدبر في الأوامر والنواهي، تدبر في القصص اللي أنت بتسمعها من الإمام في الصلاة. أما لو وصلت لدرجة إنك خلاص مش عارف معاني الحاجات اللي أنت بتسمعها، فحاول على قد ما تقدر إنك تركز مع صوت الإمام وما تشغلش بالك بأي حاجة تانية ولا تفكر في أي حاجة تانية، والله العظيم أوعدك بجد إنك هتحس بالخشوع. الحاجة التانية اللي هتخليك تركز في الصلاة وتحس بالخشوع إنك لازم تبقى واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة زي عمود النور، ما تتحركش خالص. يعني ما تقعدش تلعب في الساعة بتاعتك، تلعب في ودنك، تهرش في وشك، تعدل شعرك. الحاجات دي كلها اصلا ممكن تبطل لك الصلاه مع كثرتها، ومؤكد مليون في الميه انك لو عملت الحاجات دي مش هتحس باي خشوع في الصلاه. اذا نستنتج من الكلام ده ان الخشوع مرتبط بالسكينه. كمان من ضمن الحاجات المهمه اللي عاوز انبهكم عليها، بلاش نقد في الائمه، بلاش نخلي المسجد ده مكان للشكوى. لو الامام طول استمتع بالوقوف بين ايدين ملك الملوك سبحانه وتعالى، اما لو قصر فاستغل وقتك في دعاء سجودك. تذكر ان صلاه التراويح دي نافله، يعني زياده حب لله سبحانه وتعالى. واعتقد يعني يا جماعه ان مفيش حد عاوز يقدم هديه لحد بيحبه وهو مستعجل وعايز يخلص. فحاول تخلي وقفتك في الصلاه فيها سكون وهبه كده، لان انت باختصار واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. حاول تخلي قلبك حاضر مع كل آية وأذنك سامعة الإمام في كل كلمة بتتدبر فيها. جرب كده المرة دي إنك تصلي وأنت مستمتع مش وأنت مستعجل، وشوف الفرق في روحك هيبقى عامل إزاي. بس يا سيدي أنا كده خلصت. اعمل لي فولو عشان تعرف كل يوم معلومة جديدة عن رمضان. أنا عبد الرحمن هلال، استنوني في حلقة بكرة إن شاء الله، ورمضان كريم.